الحصول على وظيفة حكومية أصبح حلما يراود الخريجين المتظاهرين في بابل بعد أن عجزت الحكومة المحلية في إيجاد حلول لهم. مروى خريجة بابلية تخرج في كل تظاهرة مع طفليها بحثا عن وظيفة حكومية بعد سنوات دراسية قضتها في الجامعة إسوة بأقرانها من الخريجين المتظاهرين منذ أكثر من 4 أشهر للمطالبة بالتعيين. نطالب بالتعيين، وأنا احنا من شهر التاسع طبعا لحد الآن ماكو لا حل ولا شيء، وأنا يوميا أجيب أطفالي وأجي، وعندي واحد بالمدرسة أخليه من الجيران، وهذا ابني الصغير أجيبه وياي. زين، فأطلب من أبونا وشيخنا عدنان الفيحاني يسوي حل لهاي الناس المظلومة، يعني نترجاه رجاء أبوي والله تعبنا، يعني من شهر التاسع لحد الآن، وراح يجينا مقبلين على شهر رمضان المبارك، يعني شنو الحل؟ شنو بس نريد من عنده يسوي لنا حل بأي شيء، رعاية، شنو اللي يتفضل هو به احنا وياه، بس المهم يسوي حل لهاي الناس المظلومة. وفي الوقت الذي يكفل فيه الدستور العراقي حق المواطن بالتعيين، إلا أن الحكومة لم تعمل على تنفيذ ذلك في ظل تراجع القطاع الخاص في العراق وزيادة عدد الجامعات العراقية. أصبحت الشهادة الجامعية غير مفيدة للخريجين بحسب قولهم. والله يعني أنا أقول جريمة، وجريمة بحق الشهادة، أن اليوم خريج يتخرج ويتعب وأهله يدفعون دم أنفسهم حتى يوصلوا للجامعة ويتخرج، بالتالي يجي يتظاهر على مود يحصل حقه. افتح لي المصانع، شغل لي المصانع، جيب لي استثمار، خلي الناس هاي تشتغل. اليوم في بابل عندنا معمل السكر أعتقد يستوعب أكثر من 4000 شاب، يعني لو يصير انفد معملين 3 معامل 4 في الحلة ما يبقى خريج. مختصون حذروا الحكومة من تكدس أعداد الخريجين وزيادة نسب البطالة بين هذه الشريحة المهمة، خاصة مع غياب التخطيط وشلل القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية لاستيعاب أصحاب الشهادات والخريجين وحتى الطبقة العاملة. لقناة عراق الحدث، حسين العوضي، بابل.